الصغيرة. يا ساتر دي ايه ده طرشة. يلا بسرعة قبل ما نظرة الحسد اللي في عينها دي ما تروح. ماذا حدث؟ أبدا يا مولاتي، تعثرت فقط. ومالك سمنتي كده واخشالنا صوته؟ إنها ما تسكتش يا بنت بقى. ألا تسمعين يا مولاتي؟ اسمعوا ماذا؟ موسيقى الاحتفالات يا مولاتي في الخارج. واو. أية احتفالات؟ البصرة كلها تحتفل بعودة البطل. أي بطل؟ ابن عمك العزيز الغالي محمد بن القاسم. لي يا ابن عم؟ لقد حرر أسيرات العرب وعاد بهن من بلاد السند. ما تجيبي حتة. سند؟ أسيرات العرب؟ أية أسيرات؟ الصبر من عندك يا رب. اهو تعالي بصي هناك يخرب بيتك. بصي بقى. لا يعنيني. كيف يا مولاتي لا يعنيكي؟ لقد سمعت أن سهيلة ابنة أبي الحاكم تريده لنفسها. من سهيلة يا أختي، والله بقى والله. تلك الممصوصة عود الخيزران النشف. هيا بعينها اللي ما تجيش بقى في حضراتك. بقولك ايه، بتيجي يا مولاتي تبصي بص إلى يا أختي إلى البطل. إنه الحجاج أبي. وكمان عمشة. نحن لا نتحدث عن أبيك، بل عن ذلك الشاب الجميل الفاتن إلى جواري. خلاص رأيت. من هو؟ العريس. عريس من؟ عريسك يا 44. ابن عمك هو أولى بك وأنت أولى به. قيس مجنون بك وبجمالك يا مولاتي. رجيه واتركيه يعمل على شعرك 3 شهور. إنه لا ينام الليل من حبك. هو قيس وأنت ليلى. ولكن قد إيه بقى؟ قد إيه؟ قد لا يعجبه قوامي.